ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. من زمان قوي كلمتكم عن الاداء دي، بس في الفيديو كنت يا دوب طلعتها بينتها كده قدامكم، ما قلتلكوش طريقه استخدامها وايه السلبيات بتاعتها وايه الايجابيات بتاعتها. اول حاجه احنا بنتكلم في كل فيديوهاتنا ان المفترض لما بتعدي مثلا سن 12 او 14 سنه المكان ده بيبقى فيه شعر، هو ده المكان الوحيد اللي المفترض وانت في سن المراهقه تزيلي منه الشعر. اما بقيه الحواجب او منطقه الحواجب او الوش ما ينفعش تقربي منهم خالص، غير لو انت يعني باين شعر كتير قوي في وشك فحلال ان انت تزيلي منه الشعر. بس انا كهنادي يعني بحس ان الموضوع ده مش قبل سن 17 18 سنه لما تبداي تزيلي منه الشعر، وطول ما الشعر خفيف ما بحبش ان انت تقربي منه. ودي يعني على حسب تجربتي وعلى حسب اللي بسمعه كتير قوي، خصوصا بقى ان انت لما بتزيلي الشعر بيبدا يبان وبيبدا يتقل وبيبدا يكون واضح. ما علينا، نيجي بقى لأهم خطوة وهي المنطقة دي. خلينا نتفق مع بعض ان حتى لما بنيجي نزيل الشعر من الوش احنا ممكن نزيله بالشفرة العادية، شفرة فلامينجو، وانا شخصيا بستخدمها. ولكن يا بنات المنطقة دي لما بنزلها بالشفرة بتبقى غامقة جدا وبتكون واضحة قوي، وبتطلع شعر بيكون لونه شوية على أخضر كده، وبعض الأحيان بيبقى أسود أصلا، فبيبقى الشكل مش حلو خالص. فالمكان ده ما ينفعش إن احنا نقرب منه بالشفرة. طب إيه بديل الشفرة؟ بديل الشفرة هي الأداة دي، وأنا مش عارفة اسمها بصراحة، خدوها سكرين كده يا بنات وهتلاقوها في المحلات اللي بتبيع مستحضرات للتجميل، وهتلاقوا منها اشكال كتيره قوي، خصوصا بقى ان انا كلمتكم عنها زمان بس ما قلتلكوش طريقه استخدامها. ودي بقى الحل المنقذ كده في فكره ان انت عايزه تزيلي الشعر ده من غير ما تلجئي لحد يعمل لك المكان ده بالفتله، لان هو انسب حاجه ليه الفتله. تاني حاجه خصوصا لو احنا صغيرين مش هينفع تروحي مكان معين زي الكوافيرات او البيوتي سنتر او كده، فالاداة دي هتكون موجودة عندك في البيت، ولكن ليها طريقة معينة ان انت تستخدميها بيها علشان ما يحصلكيش التهابات في المكان ده. هي فكرتها السوتسة دي، شفتوا؟ هي دي بقى بتروحوا عاملينها كده، بتشيل الشعر، فبراها كده بتروحي على اتجاه الشعر وبعدين بتبداي تعملي كده، بتبداي تعملي كده. طب بتوجع؟ بتوجع. فاول حاجه عشان ما توجعكيش استخدمي كريم مخدر، حطي كريم مخدر في المكان ده قبلها بربع ساعه او بنص ساعه. اول ما تحسي بتنميل اصلا او تحسي ان ما انتش حاسه بالمكان ده ابداي جيبي، عارفه بودره الاطفال، هاتي علبه كده من الصيدليه خليها عندك هتنفعك في حاجات كتيره قوي، وخدي منها حبه كده وابداي حطي في المكان ده وسيبيه كده وبعدين نفضيه. الفكره ان احنا علشان ما يكونش فيه ملمس كريم اصلا فيخلي الاداء ما تعرفش تاخد الشعر، فهمتيني؟ بعد كده نفضيه كويس قوي وابداي استخدمي الاداة دي كده. طبعا وانتي مستخدمه الكريم المخدر مش هتحسي بالوجع شويه، لكن لو ما استخدمتيش الكريم المخدر هتحسي بوجع. بعد ما هتخلصي هتحسي ان المكان ده احمر قوي قوي قوي، خصوصا بقى لو انتي اول مره، لو اول مره اصلا بتستخدمي ازاله للشعر في المكان ده هتحسي ان المكان احمر جدا جدا. اول حاجه تغسلي وشك كويس قوي بميه ساقعه. تاني حاجة تستخدمي جل الصبار في المكان ده أو مكعب تلج كده مشيه على المكان الأول وبعدين روحي حاطة جل الصبار وسيبيه 5 دقايق أو 10، سيبيه بقى على المكان ده لحد ما يهدى والاحمرار اللي انت هتكوني شايفاه ده يختفي خالص. فما تخافيش، هي بيحصل شويه احمرار لان احنا بنزيل الشعر اصلا من الجذور او بتزيلي الشعر كده فبيحصل احمرار وشويه بيحصل شويه التهابات خفيفه قوي، فده هنعالجه بجل الصبار وهنعالجه كمان بمكعب تلج بس. لكن الموضوع ده لما تكون عندك بصراحه، قبل ما اصور معاكم الفيديو كنت حابه ان انا اعمل ازاله للشعر في المكان ده. انا بستخدم انا مش عارفه اقول لكم، كل شويه بقول لكم المكان ده المكان ده اللي هو منطقه الشنب او منطقه اللي فوق اللي فوق الشفايف دي، مش عارفه مسماها بصراحه. قبل المهم يعني قبل ما اعمل قبل ما اصور معاكم الفيديو ببص كده لقيت في شعر كتير قوي وانا ما بعرفش استخدم الفتله،
والله ما باعرفش أستخدم الفتلة، فلازم في حد معيّن بييجي لي البيت، بنوتة بتيجي لي البيت عشان تعمل لي المكان ده، خصوصًا بقى إن أنتِ أوقات كتيرة أوي ما بيكونش متاح عندِك إنِّك ترنّي على حد ييجي لِك مخصوص عشان تعملي إزالة للشعر وكده، فالموضوع بيكون مُعقّد جدًا. فعايزة أقول لكم بقى إن دي بقى لها عندي حوالي 4 سنين ويمكن أكتر، محطوطة عندي في الدرج، أوقات باستخدمها وأوقات ما باستخدمهاش بصراحة. يعني إيدي مش عليها على طول، فبافتح الدرج بالصدفة لقيتها، فرُحت مطلّعاها وابتديت أحمّل الخطوات اللي أنا قُلت لكم عليها، وابتديت أعمل إزالة للشعر. أول ما خلّصت حسّيت إن المكان حصل له احمرار شديد جدًا، جدًا، وبصراحة خُفت شوية، بعد كده اتعاملت مع الموضوع عادي، حطيت جل صبار وحطيت مكعب تلج وسِبتها شوية كده، لقيتها هديت زي ما أنتم شايفين كده، وزلنا الشعر والدنيا تمام، والوقت يعني عايزة أقول لكم ما خدتش من وقتي غير 10 دقايق. حاولي بس تجمدي قلبِك كده شوية، وأنتِ لمّا أنا استخدمتها أصلًا من غير كريم مخدر، أنتِ بقى حطي كريم مخدر، بجد هيخلّي الموضوع ما أنتيش حاسة بالألم خالص. بس أنا كنت عايزة أخلّص بقى عشان أصوّر معاكم الفيديو كده. بس كده يا بنات، أنا حاسة إن أنا رغيت اتكلمت كتير أوي، أوي معاكم في الفيديو ده، بس بصراحة كنت حابة إن أنا أقول لكم إن أنا مش متذكرة أصلًا إن أنا كنت جايباها منين ولا حتى كنت جايباها بكام، بس أنا فاكرة إن هي كانت رخيصة أوي، في منها أشكال وألوان كتيرة أوي هتلاقوها موجودة في المحلات اللي بتبيع مستحضرات للتجميل. بس كده يا بنات، يا رب أكون قدرت أفيدكم، وأشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. يالّا باي. باي.